اهلا وسهلا بحضراتكم معايا في فيديو جديد. النهارده احنا موجودين فين؟ موجودين في العجمي، في مول العجمي ستار مول. مول العجمي ستار مول في ناس كتير عارفاه، هو موجود في منطقة العجمي ما بين البطاش وما بين البوابة 8 او فضة، او انتوا رايحين على طريق الهانوفيل. كنت موجودة النهاردة كده بالصدفة وداخلة المول الدور اللي تحت موجود فيه فتح الله، فدخلت بقى لقيت مفاجأة كبيرة. بس قبل ما اقول لكم بقى ايه الموضوع ده، فضلا وليس امرا، لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل جرس ولايك للفيديو. يلا بينا بقى نبدأ فيديو النهاردة. المهم ان انا بقى داخله كده ولقيت عاملين احتفالات وفي تصوير وفي كاميرات وفي كام كده صحفي وكام حد بيحضر مكان تصوير، وحاطين زي بوتاجاز كده وعاملين شبه مطبخ صغنون خالص، هو مش باين بس من الناس، وناس كتير متجمعة وناس زي كده بتسأل هو في ايه. وفي اعلان لمنتج، المنتج اللي هو اللي موجود ورا ده اسمه ريحانة تقريبا. والمهم الناس كتير متجمعة ومطلعين الموبايلات كده وبيصوروا، فعرفت ان مين، ان الشيف فاطمة ابو حاتي اللي قدامنا على طول جاية في الطريق. المهم دخلت بقى الشيف فاطمة ابو حاتي والمكان كله اتقلب. طبعا احنا مش في المول فوق، احنا تحت في الدور الارضي اللي موجود فيه فتح الله او جملة ماركت. واول ما دخلت ناس كتير ابتدت بقى زي ما سمعتوا كده ان هي تزغرط وتسلم عليها، وهي بصراحة ذوق جدا، كانت بتسلم على الجميع وبترحب بالجميع. ويا دوبك هي دخلت كان معاها 2 مساعدين والباقيين كانوا بيصوروا في كاميرا محطوطة قدام، مش عارفة بقى حضراتكم شايفينها ولا لا. وطبعا الناس اللي تبع الشركة اللي هم برضو جايين، اللي تبع الشركة دول جايين وجايبين الشيف فاطمة ابو حاتي بيعملوا زي مسابقة. بس قبل المسابقة دي الشيف فاطمة ابو حاتي المفروض ان هي هتعمل اكلة بالمنتج بتاعهم، وبعد ما تعمل اكلة بالمنتج بتاعهم الناس اللي حابة تشتري المنتج ده، طبعا في ناس هتشتري باختلاف الاسعار كل حد هيدخل سحب، والسحب ده هيكسبوا منه هدايا كتير طول ما الشيف فاطمة ابو حاتي موجودة. وطول ما الشيف فاطمة ابو حاتي موجودة الناس كانت عمالة تتجمع اكتر. الناس اللي في المول فوق عرفوا ان الشيف فاطمة تحت فدخلوا، والناس اتصلت بناس تانية قالوا لهم ان في مسابقة، يلا تعالوا كمان عشان تشوفوا الشيف فاطمة. ومحبين الشيف فاطمة طبعا كتير جدا، انا واحدة منهم. فطبعا الشيف فاطمة ابو حاتي موجودة، لازم يكون في التجمع الكبير ده. التجمع ده اصلا ما كانش محسوب له ولا اي حاجة، ولا هم كانوا معلنين قبلها بيوم ان الشيف فاطمة ابو حاتي جاية. ده هو الناس اللي كانت موجودة في فتح الله والناس اللي كانت موجودة في المول، وبعد كده اتعرف من بره المول فناس دخلت، وناس كمان من اللي موجودة جوه راحت اتصلت بقرايبهم قالوا لهم في مسابقة وفي الشيف فاطمة ابو حاتي، ففي ناس جاية بقى عشان تتفرج في ايه، وفي ناس جاية على الزغاريت اللي حضراتكم سمعتوها، وفي ناس جاية على المسابقة، وفي ناس جاية عشان تشوف الشيف فاطمة ابو حاتي، وفي ناس طبعا عاجبها اجواء التصوير والحاجات دي فمتجمعين عشان يشوفوا ايه. وكمان كله كان مستني ايه الهدايا اللي هتتوزع. بس كان موجود كده على جنب لو تاخدوا بالكم ان في زي دايرة كده او مروحة، المروحة دي فيها الوان، والالوان دي مكتوب فيها كل حد هيشتري من المنتجات دي. والمنتجات دي مش منتج واحد، ده في منها رز ومكرونة وزيت ودقيق وحاجات كتير. فالناس كل ما هتشتري اكتر كل ما هتدخل السحب وتكسب اكتر، وتقريبا هم كسبوا كل الناس اللي موجودة. بس هي دلوقتي بتتعرف على الناس وبتتكلم معاهم، وبعد كده بيبتدوا هم قدامها الشيف اللي جنبها او المساعد اللي جنبها بيبتدي ان هو يحضر لها زي ما حضراتكم شايفين في صواني كده وكم صينية، وفي اكل اصلا كان محطوط من قبل ما هي تيجي، الاكل ده جاهز على طول ان هي تعمله. فهي دلوقتي بتبتدي ان هي تعرف على الناس وتشوف المنتجات وتسلم عليهم. وطبعا الكاميرا محطوطة قدام كاميرا التصوير، واللي هي العجلة اللي في الجنب اللي فيها الاصفر والموف دي بتاعت المنتجات اللي موجودة، واللي حابب كمان يشتري من المنتجات هتبدأ بقى ان هي تعمل الاكل اللي هي جاية تعمله. وطبعا هتخلي الناس تجرب المنتج من الاكل ده، وبعد كده يبدأوا اللي هم يشتروا من المنتج ده. ده كان مفاجأة الشيف فاطمة ابو حاتي. هسيبكم بقى تكملوا الفيديو وتشوفوا الاجواء اللي حصلت.
ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل جرس ولايك للفيديو، ده فضلا وليس امرا. وتشوفوا كمان الفيديوهات اللي على القناة هتعجبكم جدا. وطبعا الناس اللي بتحب الشيف فاطمة ابو حاتي والناس اللي كانت موجودة لو شافوا الفيديو ده ما تنسوش ان انتوا تسيبوا لي كومنت عشان اعرف ان انتوا كنتوا كمان موجودين، لان كانت في ناس كتيرة موجودة جوه المول وبره المول كمان. واشوفكم فيديو جديد على خير، وما تنسوش تكتبوا لي حابين ان انا اصور لكم ايه في اي مكان، او ايه الفيديوهات اللي تحبوا ان انا انزلها. واشوفكم فيديو جديد على خير، ومع السلامة. معلش ثاني كده شوية.